طب خلينا بقى نقول حلول واقعيه ومجربه عشان نخرج من الدوامه السلبيه دي للسوشيال ميديا. دماغك اتعود على الدوبامين السريع والسهل من اللايكات والكومنتات. عشان تكسر الحلقه دي محتاج تعيد تدريب دماغك على انواع تانية من المكافآت اللي بتاخد جهد اكبر بس بتدي رضا اكتر مع الوقت. جربوا الطريقه دي، كل مره تحسوا برغبه في فتح السوشيال ميديا اعملوا حاجه صغيره تخليكم تحسوا بالانجاز الحقيقي. تمرين رياضي مثلا لمده 5 دقائق، تنظف جزء صغير من الاوضه اللي انت قاعد فيها، او حتى تقرا صفحه من كتاب. اشرب كوبايه ميه وانت واعي بالطعم والاحساس اللي انت بتحسه. المكافآت دي في الاول هتحسوا انها اقل اثاره من السكرول، لكن مع الوقت دماغكم هيبدا يقدر النوع ده من المتعه لانه بيبني حاجه حقيقيه في حياتكم. الحل الاذكى هي استراتيجيه الباتش بروسيسنج. بدل ما تدخل على السوشيال ميديا 50 مره في اليوم، كل مره ل 3 4 دقائق خصصوا وقت واحد او اتنين في اليوم لمده 20 او 30 دقيقه، واعملوا كل اللي محتاجين تعملوه مره واحده. ردوا على رسائل، شوفوا الاخبار المهمه، وتفاعلوا مع المحتوى اللي يهمكم، وخلاص على كده. الطريقه دي بتخلي عندكم سيطره اكبر على الوقت والانتباه، وبتمنع الانجذاب العشوائي اللي بيضيع الساعات من غير ما تحسوا. سيف جرب الطريقه دي وقال لي اول اسبوع كان صعب جدا، لكن بعدين قدرت تاني افكر من غير مقاطعات مستمره. رجعت اقدر اقرا كتاب كامل من غير ما احس بملل او رغبه في اني اشيك على الموبايل كل دقيقتين. انتوا كمان تقدروا تعملوا ده، وفي تطبيقات ممكن تساعدكم في ده جدا. في كذا تطبيق هيساعدكم تقفلوا تطبيقات تانية لمده معينه، ولما تعمل الحلول دي هتقابلك بقى مشكله تانية، هيبقى عندك وقت جديد بدا يظهر وهتبقى فاضي فيه. وده احنا بنعالجه بطريقتين. اولا انك تعمل لنفسك روتين بعيد عن السوشيال ميديا. هو انت بتبدا يومك ازاي؟ لو اول ما تصحى من النوم تمسك الموبايل تدور على مين عمل لك لايك او مين كتب لك كومنت، اعرف ان اليوم ده انت هتبقى اسير للسوشيال ميديا والتشتت. اصحى بدري، اول ما تصحى خد شاور وابدا يومك بفطار صحي. اقرا صفحتين من اي كتاب بتقراه، او لو عندك ورد ابدا بيه. ولو مش عايز تقرا اكتب، ممكن تكتب خططك لليوم، او ممكن تكتب الافكار اللي بتدور في دماغك في الوقت ده. ده هيساعدك جدا تهدي عقلك وتبقى اهدى. جرب ده لمده 3 شهور، بلاش 3 شهور، جربهم حتى لمده شهر واحد وشوف الفرق. ثانيا يكون ليك هوايات وتواصل اكتر مع الناس. كل ما السوشيال ميديا بتجذبك كل ما بتنسى حياتك الواقعيه، بتعيش حياه الكترونيه وهمه. والنتيجه انك لما تبعد تاني عن السوشيال ميديا بتنسى انت ازاي ممكن ترجع تاني تعيش من غيرها. فلما ترجع للحياه الواقعيه لازم ترجع تاني للحاجات اللي كنت بتعملها. يكون عندك هوايات زي القرايه والكتاب او الرسم او حتى نوع من الرياضات المختلفه. ده هيساعدك تحس بشكل كبير ان وقتك ما ضاعش على الفاضي. هتقرا فصل من كتاب، ده هيديك معلومات جديده وهيقربك اكتر انك تخلصه. ومع الهوايات دي هتيجي النقطه بقى الاهم، التواصل مع الناس المحيطين بيك.